waste someone day. Dama tiit boo yaa ngi tëb boo yaa ngi sama ndey dee na. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناتكم اس اس سبورت. صراحة ما كناش كنعتقدوا بأن السنغاليين بلطجيين إلى هذه الدرجة. هما مع بعضياتهم شنو كيديروا؟ هذا فيديو تصور يوم أمس في الحرم الجامعي. تخيلوا معايا مباراة في كرة القدم فجرت الأوضاع في السنغال. كانت المباراة أعتقد ما بين جينيراسيون فوت وشي فريق آخر ما كيهمناش، حنا كيهمونا غير هاد المشاهد هادو، لأن هذاك الشيء اللي وقع في المغرب لن يمر مرور الكرام، لن يمر مرور الكرام. وحنا هنا كناخذوا فكرة على العقلية السنغالية أو هذاك المجتمع السنغالي اللي جا دار فوضانا، اللي جاو لهنا تهلينا فيهم، أعطيناهم قصر في مدينة طنجة وسط الغابة، كانوا مستمتعين مريحين. عطيناهم أكبر ملعب في المغرب، ملعب بمواصفات عالمية، لعبوا على خاطرهم، بريباراو على خاطرهم، جاو يلعبوا معنا، دخلوا شي أطراف، سمعوا ليهم وخذوا الفلوس من عندهم وزرعوا البلبلة داخل المغرب، وحاولوا أنهم يضربوا الاستقرار ديال المغرب، حاولوا أنهم يديروا الشغب في المغرب لسبب تافه جدا. لذلك سوف نركز على هذه العقلية السنغالية وما حدث في السنغال. تخيلوا معي أن مباراة كرة القدم أدت وصلت الخسائر ديالها، خسائر في الأرواح بالعشرات وإصابات بالعشرات، وصل الأمر إلى حتى تدخل الشرطة في الحرم الجامعي. نشاهدوا هذا الفيديو عاد نرجعوا في التعليق. gis ngeen taal nañu néeg bi étudiants yi dañoo tiit. xoolal kii ni mu yaasee nii, xoolal kii ni mu yaasee, day daanu wees sama ndey dama tiit boo yaa ngi tëb booy dinañ daanu, booy dinañ dee daanu na ndeyam, daanu na wees sama ndey dee na. Transformation existe. L'amical n'a même pas limité. Violer l'espace universitaire. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا شاهدتوا معنا هنا في هذا الفيديو غادي يبان لكم بأن بنادم كيتلح من الفوق. شوفوا هانتوما، شوف هاد خانة مول البيض، وهذا شوف بنادم غادي يتلح من الفوق. ها شوف واحد آخر، شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. بيتنا الآن نعرف هاد العقلية السنغالية كيفاش دايرة، وهاد نصيحة الوالدين كيفاش دايرين، وكيفاش كيتقلبوا، كيفاش كيتقلبوا. انت تتعامل معاه مزيان، هو على ابسط الحاجه انه يقدر يبدل لك ذاك الوجه ديالو، يتقلب عليك. وشفنا كيفاش تهلينا فيهم هنا في المغرب في كاس افريقيا، عمرهم ما عاشوا مثل تلك الظروف، وديك وسائل الراحه والاستجمام والقصار في طنجه، قصار خداوه هما كامل يعني ما كان معاهم حتى شي واحد. اما اللي كان صالح ليهم كنا نخدموا معاهم البلطاجه حتى حنا. انا غادي نرجع لكم تشوفوا المدرب ديال المنتخب السنغالي في فيديو اخر، هو يواسي واحد الامراه ابنها محتجز في المغرب، جا عندها زعما كيعنق فيها وجاب ليها الكاس، كيقول لها ها هو الكاس صافي هزي الكاس، راه حنا زعما حنا ضديناهم ودرنا لهم. وهذا مسخوط والدين هذا المدرب هو اللي سبب في الاعمال ديال التخريب اللي قامت بها الجماهير السنغاليه، واللي من بينها الابن ديال هاد الامراه هذه اللي كتوعد المغرب وكتقول كذا وكذا وشي كلام لا علاقه بالواقع. لان شفنا الفيديوهات واضحه، الجماهير السنغاليه اللي نزلت حاولت انها تنزل ارضيه الميدان بطلب من المدرب السنغالي اللي بقى كيقول لهم هبطوا الملعب. يعني كما كيقول المثل المغربي، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. حنا كان بامكاننا اننا نمارسوا البلطجه، راه كنعرفوا نمارسوا البلطجه،
كنعرفوا ولينا كنعرفوا الان افريقيا اشنو خاصها، اشنو خصك دير باش تربح. شفنا التوانسه كيفاش كانوا كيربحوا بالتحكم ديالهم في اللجنه التحكيم، شفنا المصريين كذلك. هادشي هذا بشهادات من عندهم وشهد شاهد من اهلها. شفنا سليم شيبو الرئيس السابق لفريق الترجي، شفنا المدافع الاخر ديال المنتخب التونسي اللي هو وليد الهيشري، كنحاول انني نتذكر الاسم. شفنا زياد الجزيري شنو كيفاش تكلموا على هذيك الحقبه ديالهم، كيفاش كانوا كيديو الالقاب، كانوا كيشريوا الحكام. شفنا المصريين ايضا داكشي اللي تكلموا اللي تكلم به ميدو واللي تكلم به محمد بركات وفاروق جعفر، ثلاثه ديال اللاعبين كبار في المنتخب المصري وفي الانديه. قالوا ان الحكام كنا كنجيبوهم كنجلسوا معاهم، المسؤولين ديالنا كيجلسوا مع الحكام كيقولوا لهم نعطيوكم واش بيلانتي، واش نحسبوا لكم شي هدف، واش بطاقه حمراء اللي بغيتي. هكا كانوا كيديو الالقاب. حنا كنا قادرين اننا نمارسوا البلطاجه. كيفاش كنا غادي نديروا؟ مثلا المنتخب السنغالي التنقل ديالو الى المغرب، او من التنقل ديالو من طنجة الى مدينه الرباط، كنا نمنعوهم التنقل من عن طريق القطار او عن طريق الحافله. التنقل فاش يكون؟ في الطائره. ديك الطائره يطلعوها السما يخدخدوا يماهم مزيان، يهبطوا دايخين، ديوهم شي مطب جوي، يجيب بهم شي دوره كبيره. قال كاينه احوال، لان كانت تساقطات مطاريه، احوال الجو غير مناسبه باش ان الطائره تهبط، وبالتالي ديهم شي مطب جوي، خاض يماهم مزيان، قي يماهم مزيان، عاد هبط يماهم، يمشيو ديك الساعه سيروا تشكاو انا ما نديروا لكم. هذه راه الطائره راه كيتحكم فيها هو الطيار عارف اشنو خاصو يدير فاش تكون احوال جويه سيئه. من بعد الليله ديال المباراه كانوا كيديروها المصريين هادي وتوانسه. الليله ديال المباراه في الفندق اللي هما فيه، حنا نديروا فيه عرس. الفندق ما غاديش تحجزو انت كامل، نعطيوك واحد الجناح، لكن واحد الجناح غيكون فيه عرس وقيامه والموسيقى حتى واحد ما غادي ينعس، يبقاو يحتجوا يبكيو ويشكيو. دير بالغ الكاف. شحال نديروا لك الكاف؟ والله ما تصور منا شي حاجه والله الكاف لا صورتي منا شي حاجه. هذيك الليله ما كاينش النعاس. فوا يتسالى العرس مع 3 مع 4 الصباح، غير يجيو ينعسوا، يصيفطوا لهم شي حمق، شي واحد دايز يدير راسو حمق، يمشي لذاك المكان ديال جرس الانذار ديال الحريق، يدير يدو تما وات 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 وات، حتى واحد ما غادي ينعس ديك الليله. نوضوا القيامه اش كاين ماش كاين، قال رجع الكاميرا، هذا الجرس ما بغاش يسكت، بلاتي نشوفوا ما بلاتي. قال شنو؟ قال واحد الحماق كان دايز من هنا ودار يدو في دخل لداخل ودار يدو في جرس الانذار. راه حنا كنعرفوا البلطاجه وهادشي اللي خدام مع بصحه الوالدين. حنا كنبغيو نتعاملوا معاهم بطريقه احترافيه. هاد المنافسه نقفزوا بها لمستوى اخر، المستوى عالمي، لكن هاد الناس ما يستاهلوش هادشي هذا. وانتم شفتوا اشنو وقع غير بيناتهم. كنظن هادشي هذا كافي. لكم الحريه في التعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.